مفيش منافسة في الرزق صدقني، بكل أشكال الرزق. الرزق عطاء ربنا، وما عند الله لا يؤخذ بمعصيته. لكن رزقك من نجاح أو شهرة أو مال هتاخده لما تعمل شغلك بما يرضي الله، وتسيب التقييم بقى على ربنا. هو هيديك اللي هو شايف إنك تستحقه، لكن مفيش مبرر إنك تجري علشان تسبق حد أو تزق حد في السكة وتعطله علشان هو ما يسبقكش. مفيش مبرر لده غير إنك شايف إن ممكن حد يخطف رزقه من ربنا. وبعدين بقى أنت لو فتحت المصحف ودورت على كلمة سارعوا أو سابقوا أو فروا أو أي تعبير فيه جري، مش هتلاقيها آية بتتكلم عن الدنيا خالص. تيجي نرجع؟ خد عندك: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وفيه كمان: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وقال كمان: ففروا إلى الله. هو ده التراك الصح، التراك اللي ينفع نجري فيه فعلا لحد آخر نفس فينا. لكن رزق الدنيا مش هيخلص. الدنيا فيها خير لو اتقسم بالعدل هيكفينا كلنا، وكلنا هنبقى أغنياء. بس انت عارف ليه احنا مش كلنا أغنياء؟ عشان وسطنا طماعين كتير قوي. ما تبقاش بقى واحد منهم.